باسمه برنامج من سيسرق المليون والخزن مغلقه. الله ينتقمك. للمه أحد يفكر في هذا النوع من البرامج؟ وما له. برنامج مشبوه وفيه تشجيع للسرق. قد قلت لك برنامج جريء وفريد من نوعه. وما هو الهدف من هذا البرنامج؟ الهدف من هذا البرنامج الفرز بين السارق الذكي والسارق البليد. أيوه. وتشجيع المواهب من السرق. وكيف الأسئلة؟ أسهل من فتح الخزنة. وإذا اتصلت على المتسابق وما أدري إيش بالحل، يستعين بصديق في وزارة المالية أو البنك أو الرقابة والمحاسبة. والاستعانة بالجمهور ما بش للمه. الجمهور عليه يصفق للسارق الفايز. بس الفكرة حقك هذه مسروقة. كل السرق ذي سرق، ومن شاهق لا داهق لا قباض الأرواح. ممكن أشارك في هذا البرنامج؟ البرنامج مخصص للمسؤولين وأعضاء الحكومة. وللمه هم بس وما يشارك فيها البقية؟ لكفاءتهم وقدرتهم وخفة اليد. بس جينا عن بيع البلاد من أجل كم من سارق؟ قالوا من أجل عين تكرم مدينة. هذا أكيد. وهؤلاء حمران عيون ومن أجلهم عن بيع البلاد. وبعدها ما نفعل؟ نفعل برنامج ثاني ونستضيف فيه كل السرق. وما عاد بعد ما سرقوا الخزنة؟ المسامح كريم. من يسامح من؟ وهذا المرة الراعي الرسمي جهاز الرقابة. وبما يرعاه هذا البرنامج يخرج السارق مثل الشعر من بين العجين. ونسامح السرق ولا من شاف ولا من دري. أقسم بالله العظيم. لا تحلفش لا تحلفش، اهدأ. خليني أتحاكى. خلاص انتهى وقت البرنامج. عاد نفسي أتحاكى. أنا داري وأنت داري إننا داري، لكن ما تشتيش تدري نفسك إنني داري، بل الذي أنت داري. ما فهمتكش. خسرت المليون ولا تشكي لي. أبكي لك.